بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا القرص الطرية السادة بتاعة الأفران بكل سهولة في البيت، وكمان بمكونات موجودة عندك في المطبخ. تابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله هتستفيدي. ده شكل القرص كده لما طلعت من الفرن، عملت لي بالظبط صاجين، يعني 26 قطعة بحجم كبير. يعني انت كنت ممكن كمان تقطعي اصغر من كده، هتقطع لك اكتر. هشة جدا وخفيفة، وتنفع طبعا لفطار او عشاء، وكمان طرية ان شاء الله تكون سهلة. اول شيء كده انا هحط كوبايتين من المية، تكون ساخنة ما تكونش مغلية. تمام. وهنزل ب 200 جرام من السكر، يعني حوالي نص كوباية او كوباية الا ربع. معلقة صغيرة ملح، معلقتين خميرة فورية، ومعلقتين صغيرين، وثلاث معالق من الزيت المتوفر عندك في البيت. طبعا هقلب كل المكونات دي مع بعضيها بالشكل ده، وهنزل في النهاية كده بكيلو دقيق لجميع الأغراض. تمام. وهقلب بالشكل دوت، ولما تلم معايا العجينة هكمل عجن على الرخامة. طبعا هي احتاجت حوالي ربع كوباية مية سخنة كمان، ونزلت فيها عجن لغاية ما بقت معايا ملساء وناعمة بالشكل ده، وكمان بتلزق. انا عايزاها بتلزق. احطها في البولة بتاعتها وهغطيها لحين ما تخمر. طبعا انت لو عايزاها تخمر بسرعة معاكي هتزودي كمان معلقة صغيرة من الخميرة، بس مش برحب بكده، لان ريحة الخمر فيها بيبقى باين، وده شيء مش مستحب يعني. فانت عايزاها براحتها تحطي معلقتين صغيرين بس خميرة. تمام. انت هتقطعي طبعا بالزيت عشان بس يسهل التقطيع، وهكور كده الكور اللي انت عايزاها، ممكن تصغري تكبري براحتك. تمام. وهرصهم بالشكل ده، وهعمل طبعا جميع الكمية. وطبعا اول قرصة انا كورتها انا هبتدي بيها مع دهنة بسيطة كده على الرخامة، وبالمردانة كده او الشبك اللي في ايدك بتفرديها يعني رقيقة شوية، لان هي بتتنفخ بعد ما بتخمر، وكمان بتتنفخ بعد ما بتخش الفرن. تمام. الصاج بيكون مدهون دهنة برضو خفيفة، وهنعمل طبعا كل الكمية كده. اجمل شيء في القرص دي ان هي يعني ما فيهاش مواد دهنية كتير. تمام. عملت لي الصاجين دولت، انا هغطيهم طبعا ببلاستيك وفي مكان دافي كده، ولما تخمر هتبقى بالشكل ده. تمام. بمجرد ما تطلع على طول من الفرن هرشها ببخاخ مية نظيف في الرف اللي قبل الأخير من الفرن، ويكون طبعا شغال قبليها، ويكون على أعلى درجة، ويكون مشغلة الشواية من فوق. لو مش متوفر الشواية من فوق ممكن تحمري القعر، وبعدين ترفعيها تحت الشواية تحمر. سهلة جدا وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.